بين مشاركات خارجية ومنافسات محلية، تواصل السلة السورية حراكها الرسمي في الصالات وفي عدة مسابقات ومختلف الفئات، والبداية من أقواها على الصعيد المحلي. فالمفاجآت عادت لتشعل وتشغل حيزاً من منافسات بطولة المنطقة الجنوبية لسلة الرجال التي طوت مرحلتها التاسعة بالفوز المفاجئ لجرمانة سادس الترتيب على النصر الثالث في مباراة غريبة قدم خلالها جرمانة أحلى وأقوى عروضه، عكس النصر الذي أدى مباراته الأسوأ رغم عودة نجمه الهداف إبراهيم الشيخ. فجرمان لعبها للفوز منذ البداية، حيث تقدم في الربع الأول ب20 نقطة مقابل 11، لكن عودة النصر جاءت خجولة في الربع الثاني الذي انتهى نصراويا بفارق نقطة واحدة ب13 نقطة مقابل 12، ويعود جرمان للتفوق في الربع الثالث ب19 نقطة مقابل 12، ولم ينفع النصر التقدم في الربع الرابع والأخير بنتيجة 17 نقطة مقابل 12، ما دامت المحصلة لصالح جرمان الذي كسب فوزه الثالث واستمر سادسا، فيما تسببت خسارة النصر إلى تراجعه للمركز الرابع وفتحت الأبواب على احتمالات جديدة. متقاربة الأمور ما بيننا وما بين ثورة ونصر قاسيون، نحن الأربعة مع يعني أمورنا متقاربة، ونحن في عنا أفانتاج أفضل شوي، إنه نحن بالذهاب خسرانين نصر سلة، خسرانين قاسيون 3 نقاط، فهلا نحن ربحنا 10. الله يوفقنا ونتابع الطريق ونمشي ونربح اللعبتين المهمات. لسه عندنا قاسيون ثوره. صحيح نحن رجعنا من الاصابه، بس تعرف الاصابه في لها تداعيات نفسيه. اليوم ما كنت يعني مركز كثير نفسيا، يعني دائما ببالي بالاصابه انه لا سمح الله اي احتكاك او اي كذا انه تتردد الاصابه، مشان هيك ما كان بالمستوى المطلوب. الفريق يعني والله ما بعرف شو بدي اقول لك، يعني لهلا متذبذب، لهلا ما كنا معتمدين. نحن ضعفنا الكبير والعالي بالدفاع، لهلا نحن من اول كنا عم نحكي ونرجع بنحكي ونرد رح نقول انه دفاعنا ضعيف، ما عم نقدر يعني نحسن دفاعنا. وتعود الفوارق الرقمية للظهور لتعكس مفارقات فنية بين أندية المسابقة الواحدة القادمة من درجات مختلفة. فالثورة وعلى المرتاح فاز على الأشرفية بنتيجة 67 نقطة مقابل 29 بعد مباراة اعتمد فيها الأبيض على إغلاق منطقته الدفاعية وقطع الكرات والارتداد بالهجمات السريعة المثمرة ليحقق الفوز السادس ويقفز للمركز الثالث على جدول الترتيب، فيما كانت الخسارة الثامنة للأشرفية الذي بقي في المركز السابع وقبل الأخير. فريق الثورة هلا نحن ثالث، يعني هذا المتوقع منا. هي النتائج المباريات اللي لازم نربحها عم نربحها. خسرنا لعبة النصر كان لها ظروفها، كانت فرق سلة، ولا نحن بالمركز الثالث عم نطلع على الفاينل ان شاء الله نقدم اداء منيح. نحن بصراحة اعتمدنا على لاعيبة نادي الاشرفية، في نادي الجار عندنا نادي الصحنية، كمان استفدنا من لاعيبة الرجال اللي عنده، بالتالي في عندنا كوكبة من اللاعيبة بيعتبر بالدرجة الثالثة من اللاعيبة الماهرين. يعني باقي اللاعيبة عندنا أعمارهم صغيرة، بالتالي فيما بعد نحن عم نحضر فريق يعتبر منافس بالدرجة الثالثة فيما بعد إذا أحدث دوري الدرجة الثالثة. من المحلية إلى الإقليمية وفي طهران ضاع حلم سلتنا في اقتلاع إحدى بطاقات الترشيح الثلاثة للبطولة الآسيوية، فالوحدة الأكثر تفاؤلا بعدما دعم صفوفه بلاعبين أجنبيين من صربيا خسر في الدور الأول أمام مهرام الإيراني ب106 نقاط مقابل 60، وفاز على نادي الاتحاد الأردني ب63 نقطة مقابل 60 ليحل ثانيا ويلعب في الدور الثاني مع نادي العلوم الأردني ويتعادل معه بالوقت الأصلي ب77 نقطة مقابل 77، لكنه خسر بعد التمديد ب88 نقطة مقابل 86 ليودع البطولة. أما الجيش الممثل الثاني للسلة السورية فقد خسر في الدور الأول أمام كل من بتروشيم الإيراني ب105 نقاط مقابل 61، والعلوم الأردني ب79 نقطة مقابل 59، ورغم عدم استعانته بلاعبين أجانب إلا أن الجيش كاد أن يفوز على الكهرباء العراقي بعد التعادل بالوقت الأصلي ب69 نقطة مقابل 69، ولكنه خسر بالتمديد ب90 نقطة مقابل 79 ليخسر في الدور الثاني أمام مهرام الإيراني ب106 نقاط مقابل 59 ليودع هو الآخر البطولة.
وبعد 5 أسابيع من المنافسات المتفاوتة لسلة آنسات المنطقة الجنوبية، تصل البطولة إلى الختام مرحلة ذهبها الذي بدأه الوحدة والثورة في لقاء مبكر حسما فيه الصدارة والوصافة، لكن تتمة الأسبوع الأخير كانت من خلال لقاءين هامين لحسم بقية المراكز. فالأشرفية ثبت أقدامه في المركز الثالث بفوزه الكبير على جرمانة في مباراة تكافأ اللعب فيها نسبيا في الربع الأول الذي انتهى ب11 نقطة مقابل 9 للأشرفية الذي لم يجد معاندة في بقية الأرباع لينهيها بتفوقه، والمحصلة الفوز بفارق قارب الدبلاي سكور وبنتيجة 66 نقطة مقابل 23، فيما كانت الخسارة الرابعة لجرمانة ومعها بقي خامسا. إذا فينا نلاحظ بين الدوري اللي سابق والدوري هلا عندنا كثير نقص بالسيدات، عندنا سيدات بسبب ظروف الكل بيعرفها ما متواجدين، يعني عندنا أغلبية اللاعبات شابات، السيدات يمكن في 3 سيدات فقط، وهن ما ذوي الخبرة اللي كان عليها فريقنا من قبل، نحن كان عندنا كثير لاعبة ذو مستوى كثير عالي بس للأسف ما قادرين يكونوا معنا بهذا الدوري. المباراة الماضية كان عندنا 3 إصابات واللاعبات الأساسيات انصابوا إصابات كثير يعني خطيرة، ومع هيك لعبوا على وجعهم، بس الحمد لله هاي المباراة كان أخف وجعا والحمد لله قدمنا أداء كتير منيح وكتير مبسوطين الحمد لله. ويقدم قاسيون وبرد المباراة الأقوى والأمتع والأكثر تعبيرا عن تطور الأداء الجماعي والفردي للفريقين، فقاسيون أرادها فوزا ثالثا يبقيه في المرتبة الثالثة بالترتيب، فنجح وفاز، وبرد وجدها فرصة لتأكيد تصاعد خطه البياني في الأداء والنتيجة، ونجح هو الآخر وبغض النظر عن الخسارة، فقد سجل السكور الأعلى له خلال مرحلة الذهاب بعد مباراة تقدم قاسيون في ربعها الأول ب16 نقطة مقابل 9، لكن برد قلب الموازين في الربع الثاني وتفوق ب20 نقطة مقابل 6، وعد قاسيون مستثمرا التألق الهجومي للاعبته لمعة محمود ليتفوق بالربعين الثالث والرابع ويكسب المباراة بنتيجة نهائية وصلت إلى 67 نقطة مقابل 57. إنه عملنا اللي علينا ولعبنا منيح وما مشي الحال، ما طلع بيدنا شيء غير هيك. الكل عملنا أخطاء كثير شوي، يعني معنا ناشئات يعني بدنا تدريب أكثر وأكثر، بس الحمد لله. يعني بالاول كانت كثير لعبه كلوز جيم، كنا كثير موترين، يعني لسه ما اخذين على الجو اكثر، ومثل ما بتعرفوا انه فريقنا كثير ناشئات، يعني كثير انه صغار وهيك. بعدين شوي لعب فرق الخبرات، صرنا نلعب نضغط بريس، ندافع مان تو مان، المهم حسنا نجيب لعبه بالاخير الحمد لله. وتشتد المنافسة وتشتعل في مرحلة إياب بطولة المنطقة الوسطى لسلة الرجال التي تقام مبارياتها في اللاذقية وحماة بمشاركة أندية حطين، تشرين، الكرامة، النواعير، الطليعة ومحردة. فالبداية كانت بديربي اللاذقية الذي أمتع جمهور المدينة الذواق، وفيه تمكن حطين من تجديد فوزه على تشرين ب70 نقطة مقابل 58، ولم تتوقف أمواج حطين عند جاره تشرين، بل أغرق فيها فريق الكرامة المتصدر وغلبه ب75 نقطة مقابل 70، واكتمل الأكشن بتعرض الكرامة للخسارة أمام تشرين ب85 نقطة مقابل 81، فيما كان النواعير يجدد فوزه في حماة على كل من الطليعة ب51 نقطة مقابل 48، ومحردة ب60 نقطة مقابل 55، بينما أدرك الطليعة فوزه الأول ورد الدين لمحردة ب71 نقطة مقابل 67. رغم الظروف الكثير الصعبة اللي عاندتنا، يعني عندي لاعب بيلعب هو مصاب، عندي 3 لعيبة أصيبوا أثناء هذا التحضير وأثناء الدوري، بس تعبنا على حالنا، تمرنا بما فيه الكفاية، والحمد لله قدرنا ناخذ اللعبة بدفاع الفريق. يعني كان دفاعنا أثناء المباراة كان دفاع جيد، هو اللي ركزنا عليه بسبب نقص القوة الهجومية اللي عندنا كانت بسبب الإصابات، والحمد لله الله وفقنا، وهمة الشباب الله يعطيهم العافية ما قصروا. مبروك لفريق حطين. فريق حطين تميز عنا انه هو عنده كان داخل على الجيم بتركيز اعلى من فريق تشرين. تشرين ما كان جاهز ليدخل المباراة، عنده حساسيات مثل المباريات. مبروك لحطين، الله يوفقهم بالادوار الثانية، ولسه عندنا امل ان شاء الله نعمل شيء، نعوض شيء الخسارات اللي خسرناهم مثل اليوم. نخبة الفئات العمرية في المحافظات تشارك في الدور النهائي لبطولتي الناشئين والناشئات الذي يقام في دمشق يوم الأربعاء المقبل بمشاركة الأندية المتأهلة، وهي الجيش، الوحدة، الثورة، الجلاء، الاتحاد، الكرامة، الساحل والعربي،
في الناشئين، والثورة وقاسيون، الوحدة برداء، جلاء، الساحل، سلمية، العربي في الناشئات، حيث يحتفل بافتتاح البطولة التي تقام في صالات الفيحاء الرئيسية والفرعية. كما يتضمن النهائي مسابقات فردية في الرميات الحرة، التسديد السريع والثلاثيات.